انسفي التعلق بهدفك. رقم 4، ودي خطوة مهمة جدا، اوعي تفتكري ان انت لما تصحي بدري وتتأملي وتعملي مديتيشن ان انت كده خلاص بقيتي شاطرة. لا يا حبيبتي، لا حول ولا قوة ليكي الا بالله. انسي انك تعرفي تحققي اي حاجه الا بربنا. مش مثلا لما تلاقي نفسك ابتديتي تنجحي شويه تفرحي كده وتقول الله انا جامده. لا يا حبيبتي، مش جامده غير بربنا. عشان في ناس بيحصل عندها نوع من انواع الايه، لا يا ماما، بربنا مش بيكي. وصلت الفكره؟ طيب الخطوه اللي بعدها، انسفي التعلق بهدفك. تعرفي ازاي اذا كنت متعلقه بهدفك ولا لا؟ ان انت ما تبصيش على النتيجه. يعني ايه؟ يعني انا اسماء عملت فيديو وصورته، نيتي ايه منه؟ نيتي ان انا اوصل صوتي ورسالتي لكل اللي بيسمعوني، لما ينتفعوا بيه فانا هروح اقابل ربنا بالعدد ايا كان العدد، فانا هقابل ربنا بده. خلاص. اعرف ازاي ان انا متعلقه؟ لو انا قعدت كل شويه ابص على الفيو، مين شايفه؟ طب بيقولوا ايه؟ طب الناس بتقول ايه؟ اقسم بالله انا بصور تقريبا كام حلقه في يوم، انا ما ببصش على الفيو ممكن لمده شهر شهرين 3. انتوا متخيلين انا بقول لكم ايه؟ ولا فارق معايا. ليه؟ هو انا ما نفسيش ان يوصل صوصي للدنيا كلها، بس انا خدت نتيجتها اصلا. اللي شافوا 100 زي اللي شافوا مليون زي اللي شافوا 3 مليون. ليه؟ لان انا خدت نتيجتها من ربنا.